هقولك 8 حاجات يساعدوكي تربي ابنك تربية صحية وسوية. عايزة طفلك يفضل معتمد عليكي طول عمره؟ عايزاه يبقى عاجز عن اتخاذ أي قرار لوحده؟ يبقى كملي كده، اعملي له كل حاجة بنفسك. لكن لو عايزة طفل قوي ومستقل ويقدر يواجه الحياة، تعالي نتعلم ال8 أركان اللي أي أم محتاجة تعرفهم عشان تعرف إزاي تربي طفل يقدر يعتمد على نفسه. علمي ابنك يدير مصروفه، يخطط لمشترياته، ويحوش لحاجة بجد نفسه فيها. ممكن مثلا تديله مصروف الشهر كله على بعض عشان يقدر يخطط ويقسمه مظبوط، ولو خلص فلوسه قبل آخر الشهر يبقى يتعلم من غلطته. ابنك لازم يعرف يطبخ وجبات بسيطة، يغسل هدومه، ينظف اوضته، ويدير احتياجاته الشخصية. دي مش شغل بنات، دي مهارات حياة أساسية لأي إنسان بالغ. خليه يختار مواد الثانوية العامة، يقرر عايز يدخل ايه في الجامعة، ينظم وقته للمذاكرة. انت تقدري تنصحي وتوجهي، لكن القرار الأخير لازم يكون ليه، لأن ده مستقبله مش مستقبلك انت. لما يجيلك بمشكلة مع حد من صحابه أو مع مدرس، دايما اسأليه طب انت شايف ايه الحل؟ ممكن نعمل ايه؟ جربت تكلمه بالطريقة الفلانية؟ خليه يحاول يحل مشاكله بنفسه الأول قبل ما تتدخلي. المراهق محتاج يوازن ما بين المذاكرة والصحاب والنشاطات والراحة. علميه يعمل جدول أولويات ويحدد فيه أهدافه، ويخطط هو يحققها ازاي، بلاش انت اللي تفكري له في كل حاجة. علميه يعبر عن رأيه بوضوح واحترام، يتناقش مع اللي قدامه من غير ما يعلي صوته أو يصرخ، ويدافع عن حقوقه بطريقة مهذبة، ويتحمل النتائج. مش كل مرة تجري انت وتحلي له المشاكل. الفشل أحيانا أحسن معلم. المراهق دايما بيحتاج يحس إن هو قادر ياخد قرارات، إن بيتحمل مسؤوليات، وإن بيواجه تحديات الحياة من غير ما يجري الماما في كل مشكلة. علميه إن الفشل عادي، والتجربة والخطأ جزء من التعلم. لو بتعاني مع ابنك المراهق وحاسة إنك مش عارفة تتعاملي معاه، تفتكري المشكلة فيه؟ الحقيقة إن مفيش حاجة اسمها طفل وحش أو مراهق مستحيل التعامل معاه. بيكون في احتياجات مش ملباة ومشاعر مش مفهومة، وكل تصرف صعب من طفلك بيكون كأن عايز يقول أنا محتاج حاجة ومش عارف أقولها. التغيير بيبدأ منك كأم، لما تفهمي احتياجاته الحقيقية وتعرفي تتعاملي معاه ازاي بشكل صح. لو محتاجة مساعدة في التعامل مع ولادك أو مع ولادك المراهقين بالذات، ابعتيلي ونقدر نتعامل مع بعض في الموضوع ده.